فيديو النهارده هيبقى فيديو مختلف تماما عن اي حاجه انا قدمته في القناه هنا، وما لقيتش ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده. مش عارف بقى هل ده كسوف ولا خوف. السؤال اللي انا حابب الاقي له اجابه وهي ازاي ندخل المصارعه مصر. وما تفتكرش ان انا السوبرمان اللي هدخل المصارعه والكلام ده، لا الموضوع مش في ايدي خالص. بس انا النهارده جاي اتكلم وافكر بصوت عالي ايه اللي هيحصل لو مجال المصارعه بقت في مصر، وهل الحوار هينجح ولا هيفشل. طبعا عشان السؤال ده متشعب وما ينفعش ان انا اجاوب عليها في فيديو واحد، ففكرت ان انا اعملها سلسله في القناه، نشوف المشكله اللي بتعوق الموضوع ده ونبتدي نحلها واحده واحده في الفيديو. لو انت مهتم بالموضوع ده اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ويلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما نجاوب على السؤال المتشعب اللي ليها كذا اجابه دي، تعال نشوف مصر نفسها ايه، الشعب بيفكر ازاي، بيحب ايه، بيكره ايه. تعال اكلمكم بكل اختصار. احنا شعب بنحب الحياه، بنحب دايما ننبسط، بنحب دايما نضحك على همومنا وعيوبنا وعلى كل حاجه. وزائد كده كمان احنا شعب عاطفي جدا. ما تستغربش لو انت مثلا شفتنا اتاثرنا بفيلم معين او بماتش كوره، انا لقيت حرفيا الناس بتعيط من الدموع لما مصر وصلت لكاس العالم، تقول له يا اسطى ده يعني مجرد كوره ما فيهاش حاجه، يعني هو اللي يستغربك مش انت اللي تستغربه. فده طبيعه الشعب بتاعنا الجميل، واللي انا منهم وافتخر ان انا منهم. طب تمام، عرفنا الشعب المصري بيفكر ازاي وان هو شعب عاطفي والكلام ده كله. تعال نطرح سؤال تاني، وهي هل الناس في مصر ممكن تتقبل حاجه اسمها مصارعه؟ بص، هو على حسب. يعني انا عن نفسي افتكر موقف لما كنت انا وجدي كنا قاعدين مع بعض، كنا بنتفرج على حاجات يعني على الكمبيوتر بتاعنا وكده، ما كانش وقتها في موبايل بقى اللي انا افرجه على حاجه. كنا بنقعد مثلا انا وجدي واخواتي الاوضه وايه، نقعد نتفرج مثلا على افلام مسرحيات والكلام ده. فالراجل اللي كان حاطط لنا الافلام والمسرحيات كان في من ضمنها عروض مصارعه. فلما كنا قاعدين وبنتفرج، فانا سالت جدي سؤال، قلت له هو انت تعرف الماتش ده؟ اتفرجت على مصارعه قبل كده؟ كنت متوقع ان جدي هيسفه من كلامي او ان هو ايه الهبل يا ابني اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده. وجدي كان من النوع اللي مش الافرنج، يعني مش شخص بقى ايه لابس شورت وكاب والكلام خالص. جدي كان صعيدي 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 جواني يعني. فاتفاجئت ان هو كان باصص ومنتبه بالماتش، واتفاجئت لما جاوب على سؤالي وقال لي اتفرجت على الماتش ده قبل كده. اكتشفت ايه بقى يا معلم؟ اكتشفت ان في قهاوي زمان كان بيبقى عندها اجهزه فيديو وبتشغل عليها بقى افلام جاكي شان وافلام بروسلي وافلام مش عارفه ايه، وكانت من ضمنها عروض مصارعه. وكانت القهاوي دي اسمها سينما، بس هي مش سينما، هي قهاوي عادي، يا اما بتدفع فلوس عشان تتفرج يا اما المشاريب اجباري يعني. فجدي كان قاعد مع اصحابه في الفتره دي، فاتفرج وقتها على هولك هوجن واندري ذا جاينت، والحدث الرهيب طبعا بين هولك هوجن شال اندري ذا جاينت وهبده في الارض. فهو بيقول ان انا كنت حابب الماتش وبتاع وكنت متحمس. فاللي هو انا باصص، انا مش متوقع الاجابه دي، انا ما كنتش متوقع ان حد ممكن يهتم بحاجه انا مهتم بيها. مستحيل، استحاله. انا كنت فاكر ان هو مثلا هيتريق عليا زي اغلب الناس ما اتريقوا عليا عادي يعني. مش عارف بقى هل كان بيقول الكلام ده عشان انا حفيده فهو مش عاوز يزعلني يعني، ولا كان بيقول الكلام ده صدق. بس ما كانش جدي بس هو اللي رد الرد ده، لقيت خلاني مهتمين بالحوار ده، لقيت ابن خالتي كنا بنلعب مع بعض مصارعه، وابن خالتي ده يعني ما كانش فرق السن بيني وبينه كبير، لا كان عادي، كنا متقاربين. لقيت حد من عمامي كان حاطط صور لزاروك اللي هو سماك داون القديمه. فالناس عندها قابليه ان هي تتقبل حاجه زي كده، وده نظرا ان هي كانت ليها شعبيه في اول الالفينات، واللي كان سببها طبعا واحد اسمه ممدوح فرج. انت ممكن تختلف او تتفق معاه او تشوف ان هو يا عم ده راجل يا عم عبيط وتقعد تتريق عليه، انا ممكن عادي، ممكن اتفق واختلف معاه عادي. بس في حته ان هو شهر المجال، طبعا ممدوح فرج هو اللي شهر مجال المصارعه، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. تخيل حب الناس اللي في السعوديه للمصارعه كان سببها ممدوح فرج، وبسبب برنامج الضربه القاضيه. ممكن نبقى نعمل له فيديو منفصل نتكلم فيه عن ممدوح فرج، لان قصته كانت مثيره للاهتمام. واللي جه بعديه طبعا محمد مصطفى، واللي انا شايفه بصراحه هو خليفه ممدوح فرج في حته ان هو فعلا ممكن يشهر المجال يوم من الايام. بس للاسف تاثير الموضوع ده قل من بعد الثوره، ومش مجال المصارعه بس، ده كل المجالات تقريبا وقف. مش عارف اقول لكم ايه، او ممكن تشوفوها مبالغه مني، انا نص طفولتي حرفيا قضيتها في البيت، لان احنا من بعد 2011 ما حدش كان بيخرج من البيت خالص. كنا نروح المدرسه، نيجي من المدرسه نجيب حاجه مش عارف ايه وخلاص، ما كناش مثلا بنتفسح او بنروح حته والكلام ده، لان طبعا الاوضاع في مصر كانت صعبه. وطبعا هنا انا مش بتكلم في السياسه صباح الفل، بس مع ذلك مجال المصارعه ما اختفاش قوي وفضل يقاوح، وعملوا وقتها قناه المصارعه، او على ما اكتشفتها على الدش يعني، قناه خاصه بالمصارعه بالكامل. انا قلت يا ده ايه ده حلم ده ولا ايه؟ فكان مجال المصارعه بيعافر وقتها. وحصل طبعا موضوع راس 128 وزاروك وجون سينا اللي انا عملت عنها فيديو في القناه، ممكن تبقى تروح تشوفه دلوقتي. واتكلمت وقتها ان انا الفصل كله كان عندي كان بيشجع جون سينا وانا كنت بشجع زاروك، وكان الموضوع زي اهلي وزمالك، الموضوع كان مثير جدا. لغايه لما نسمع عن ان WWE هتعمل عرض مصارعه في مصر، ودي كانت تقريبا اول عرض مصارعه يتعمل في مصر في التاريخ، بعد نجاح طبعا عروض WWE اللي اتعملت في ابو ظبي. فقالوا ان هم يخوضوا التجربه
تاني ولكن مع بلد مؤثره زي مصر. بص، عاوز تشهر اي حاجه في الوطن العربي وديها مصر، عاوز تشهر ممثله، مغنيه، ممثل، مغني، وديه مصر وهو هيتشهر في الوطن العربي كله. وده حقيقه يعني. في مشاكل الدبليو دبليو اي ما بصتش عليها قبل ما تعمل العرض في مصر. اولا الحاله الاقتصاديه والماديه في مصر كانت بصراحه مش ولا بد. مين مستعد ان هو يروح عرض مصارعه والبلد فيها مشاكل والاسعار بتعلى والحاله الاقتصاديه كانت زي الزفت؟ والحاجه الثانيه وهي ان الشعب المصري ما كانش عاوز اي انترتينمنت في الوقت اللي هو فيه، هو فيه اللي مكفيه. فمن انا كمان انترتينمنت بقى وغاليه وتذكره. انا بكلمك على الناس بتفكر ازاي في الفتره دي. ثم كمان ما كانش فيه اعلانات اساسا عن العرض ده، يعني ما كانش فيه دعايه واعلان محترم زي طبعا اللي بيحصل في كراون جول دلوقتي. فكل حاجه في العرض كانت غلط. كل اللي هم عملوه عشان يبقى بروموشن للعرض هو ان عمرو اديب استضاف الامريكان نايت مير كودي رودز، واللي عمرو طلب منه طلب غريب جدا هو ان هو يشيله. ما تسالنيش هو ليه طلب الطلب ده منه، هل كودي رودز حلو في عينيه ولا عمرو اديب جاي ولا حكايته ايه؟ طبعا الشركه كانت منتظره بقى ارباح جباره وان الناس بقى تتفرج والموضوع ده هيتشهر جدا في الوطن العربي، ولكن ده ما حصل. الشركه خسرت خسائر كبيره جدا، وده بسبب الوساطه والمحسوبيه اللي عندنا في مصر. وساعات كانوا بيدوا تذاكر لاولاد المسؤولين بالمجان، فده اللي ادى ان الشركه مش تخسر، تتفش من ناحيه الفلوس. بالعكس كان في خسائر كبيره جدا، وده اللي ادى ان شركه الدبليو دبليو اي تحلف يمين طلاق ما هي عامله العرض ده في مصر تاني. للاسف مع 2013 الرجل خفت على المصارعه شويه، لغايه لما نوصل على 2014 والمجال تختفي تمام. المصارعه اللي تقريبا اي واحد كان بتاع مكتبه عندنا في المدرسه كان بيبيع صور المصارعين، اللي كان في فتره من الزمن المصارعه كانت بتشتغل على القهاوي. فلو انت من الجيل الجديد وما حضرتش الفتره والحاله اللي كانت فيها مصر وقتها، فللاسف فاتك كتير وهتستغرب اللي هو ايه ده. طب ما انتوا كنتوا بتحبوا المصارعه يا جدعان، ايه اللي حصل له؟ اللي حصل يا سيدي بان في ناس طلعت بفيديوهات بيقولوا ان المصارعه تمثيل، وبص الحركه دي ايه ده، المصارعه فيك. بل كمان تلاقي مثلا واحد بيتفرج على المصارعه، تلاقي مثلا صحابه يقولوا له يا عم انت بقى بتتفرج على المصارعه، يا عم المصارعه تمثيل، على اساس ان هو قال حاجه فيزيائيه جامده جدا. اقول يا تصدق فعلا، يا لهوي صدق انت انقذت حياتي. يعني انت منتظر ايه؟ اكيد اللي بيتفرج ده عارف ان في سيناريو وفي ستوري لاين وفي حاجات كده، يعني عادي زي ما انت بتتفرج على مسلسل وعارف ان كل ده تمثيل، مع ذلك بتتفرج. انت مثلا مالكش في لعب العيال يا عم بتاع المصارعه، اتفرج لك على الام ام اي واتحاد اليو اف سي والكلام ده، يعني هيعجبك الجو. بس سيب الشخص اللي بيحب المصارعه يحب المصارعه، وسيب الشخص اللي بيحب الام ام اي يحب الام ام اي، ما نضايقهاش على بعض يعني. طب ايه الحل اللي يخلي الناس ترجع للمصارعه تاني؟ قعدت افكر مع نفسي، بما اني مثلا شخص مش خبير ولا متعمق ولا اشتغلت في المصارعه لا ولا اي حاجه، انا مجرد مشجع بحب المصارعه عادي. فانا قعدت افكر مع نفسي وقلت ايه، نعمل اتحاد مصارعه. بالفعل جربت ابحث على اليوتيوب وعلى جوجل عن اي اتحاد مصارعه في مصر، ولكن كان دايما يتفهم ان هي مصارعه روماني مش البرو رسلينج. بعد بحث طويل طبعا لقيت ان في اتحاد في مصر اسمه البي دبليو او. طبعا كنت متحمس وقلت يا ده ايه ده اتحاد مصارعه، طب فين؟ بصيت لقيت ان هي عباره عن اكاديميه. بس بعد ما دورت لقيت ان في عرض عملوه. ايه ده بجد عملوا عرض؟ بص هي ما كانتش عرض قوي، يعني كانت مجرد يعني تمهيد لعداوه معينه هتحصل. كانوا جايبين كارليتو وجايبين كريس ماستر، وطبعا اتفاجئت من وجود محمد مصطفى. Can you dig it? Oh, yeah. Booker T, the six-time world champion, the former king of the ring, the tag team specialist. This is what pay-per-view's all about, 'cause you never know. يعني تقريبا ده اقوى عوده في تاريخ المصارعه. ايه ده؟ ايه اللي جابك الاتحاد ده؟ واكتشفت ان هو تبعهم عادي يعني. طبعا انصحك انك تتفرج على الجزئيه دي، هتلاقيها على اليوتيوب، صدقني هتموت من الضحك. انا بحب محمد مصطفى جدا وبحترمه على فكره، ما اقصدش ابدا طبعا الاهانه ليه، بس ده ما كانش برومو. محمد مصطفى كان شكله طيب جدا، تقنعني ازاي ان انت شخص شرير؟ طبعا كارليتو وكريس ماستر كانوا عاملين الحوار كويس، لان هم كده كده متعودين ان هم يعملوا بروموهات في امريكا والكلام، يعني واخدين على الموضوع. وجه طبعا البطل المصري اللي هيتحدى الكابتن محمد مصطفى، واللي كان بيتكلم معاه بكل حديه. واثق قوي كتير. وسبب الثقه ده ايه؟ انا عارف انا بعمل ايه. متاكد؟ متاكد؟ ايه ده، هو البرومو ليه قلب لقاء صحفي؟ انتوا بتتعرفوا على بعض يا جدعان؟ طب ما اي حد يديله مايك يتكلم بقى معاه وبتاع ويتحرك. طبعا الكابتن محمد مصطفى شخص طيب جدا، بان في البرومو اكتر ما بان في الحقيقه، عارف انت. بس طبعا مجهود محترم من كل الطرفين والناس اللي شغالين على الموضوع ده. فالمهم من بعد ما شفت الحوار ده لغيت فكره الاتحاد من دماغي، لان في مصر محدش مستعد ان هو يتفرج على عروض بشكل منتظم، فالكلام ده في مصر صعب جدا. فاحنا بس بنخاطب الناس واحده واحده على المجال ده. فالمهم فكرت في فكره تانية، وهي
مشروع اصغر شويه من الاتحاد، وهي ان احنا نعمل عرض مصارعه. والفكره دي مش فكرتي قوي، انا بس كنت عاوز اخوض التجربه اللي خاضوها كودي رودز واليانج باكس، اللي هي اول ان، اللي حرفيا كانت معجزه بكل المقاييس. ازاي عرض مش تابع للاتحاد ونجح النجاح ده؟ طبعا الفكره دي عجبتني وحمستني ان انا اقولها لاي حد اعرفه، وهو انا هعمل عرض مصارعه. طبعا رد فعلهم كان ايجابي جدا، وكانوا معايا في الفكره لدرجه ان انا حبست نفسي اسبوع في الاوضه ومش عاوز اخرج منها من كتر ما انا مكتئب وحزين وبعيط من كتر الفرح. ففي وسط ما انا قاعد وانا فاقد الامل تماما بان مجال المصارعه ممكن تنتشر تاني في مصر، افتكرت حاجه واحده بس. لو انت ما تعرفهمش، دول فرقه MTM، ودي اغنيه امي مسافره اللي اتعملت سنه 2003. احب اقول لك ان الاغنيه دي كسرت الدنيا في مصر. هتقول لي طب وايه يعني يا رسول، ما في اغاني كتيره كسرت الدنيا في مصر، ما فيهاش حاجه يعني. احب اقول لك ان المجتمع المصري وقتها ما كانش عارف يعني ايه راب. هم كل اللي يعرفوه ان الراب ده في امريكا، وتاخد الكاب على جنب وتقوم لابس لك اوفر سايز بس كده. فالموضوع ده لما ظهر في مصر كانت بالنسبه لهم طفره، اللي هو ايه المزيكا الغريبه دي، ايه الاسلوب الكلام الغريب اللي بيتقال في الاغنيه دي. طلع ان في 3، واحد اسمه تاكي، والتاني اسمه مايكي، والتالت اسمه محمود. فقرروا ان هم يعملوا اول فرقه راب في مصر، وان هم يغنوا الراب بالعربي. فصاحبهم قال لهم راب بالعربي ازاي يعني؟ الراب طول عمرها بالانجليزي، احنا هنتفزلك. ولو انا عاوز اغني راب عربي، طلع عربي ايه يا عم ازاي؟ وطبعا الفرقه دي خاضت تجربه انتحار، اللي هو ازاي هتغني راب وبالعربي، ولكن عملوها ونجحوا. هو نجاحهم في الاول كان محدود، بس بعد كده بقت كوميرشال والناس كلها بقت تتفرج عليها وتسمعها. بعد اختفاء MTM على 2005 كده، مجال الراب نزل والرجل خف عليها برضه، لغايه لما هتظهر اغنيه هتحيي المجال من تاني. البلد كانت مقلوبه حرفيا على الاغنيه دي. الناس في الاول افتكرت ان هي اغنيه مهرجانات، بس لا، اتضح ان هي لون جديد في الراب مختلف عن اللون القديم بتاعه، لغايه لما تظهر حاجه تاني، ولكن المره دي كانت الناهيه، واللي بسببها المجال هيتربع على عرش الاغاني المصريه، وهو اغنيه خلاص. الراب كده بقت في قمته، والناس بقت مقتنعه بيها جدا، بل كمان سحبت البساط من المهرجانات. وهنا حسيت بشويه امل. تخيل كده معايا لو مجال المصارعه اعتبرناه بمجال الراب، واللي فعلا المصارعه كانت مشهوره في اول الالفينات وبعد كده اختفت زي ما الراب برضه اختفى، والراب ظهر حاجه خلته ترجع للحياه تاني، ولكن بحاجه بسيطه وتغيير صغير رجعت المجال للحياه تاني. احنا ممكن نبقى دلوقتي في الفتره الساكته اللي فيها الركود، وان شاء الله ممكن تحصل حاجه في المستقبل ترجع للمجال ده الحياه تاني. مصارع مثلا نشوفه في WWE بس مصري، WWE ممكن تخوض التجربه بتاعت مصر تاني وتعمل عروضها هنا، او يبقى في مشروع حقيقي ومدروس كويس تحيي المجال ده تاني في قلوب المصريين. المشكله في مصر ان احنا بنحب نضحك على اي حاجه، حتى في الحوارات اللي فيها جد، وهو ما عندوش مانع ان هو يتريق على اي حاجه جديده، وهو من غير ما يقصد هو بيضرك. زي مثلا انك تفتح موضوع المصارعه قدام واحد صاحبك، غالبا صاحبك ده بيبقى متخيل حاجتين وانت بتجيب سيره المصارعه، وهو ممدوح فرج وفيلم علقة موت الاثنين. فللاسف ما فيش حد بياخد الموضوع بجديه قوي، مع انك لو بصيت على المكسيك هتلاقي ان هم حرفيا بيعبدوا المجال. وده مش كلامي، ده كلام الناس اللي راحت المكسيك ولعبت هناك. المكسيك مثلا، انت لو نزلت المكسيك انت يعني نجم زي ما هم كورة. بيقولوا على كده. لا، هم زي ما هم بيقولوا ده بيعتبروه هم دين عندهم، استغفر الله العظيم يعني. اي انت ممكن تنزل يعني بيعملوا لك، يعني في ناس بيعملوا لهم تماثيل في المكسيك، يا ستار. في ناس والله وفي آه. ناس يعني والماسك ده عندهم يعني حاجة مقدسة للمصارع. حاجه مقدسه، حاجه آه. مقدسه. ده في مصارعين بتدفن بيه، في مصارعين ما حدش بيشوفهم. بس عن نفسي المجال هيدبله الروح كمان سنة، 5 سنين، 10 سنين، مفيش مشكلة. بس طالما الواحد عنده شغف وشايف فعلا ان الموضوع فيه استفادة وان الناس كلها هتنبسط من مجال هيبقى اول مرة في مصر هتتعمل، هو انا مش هقدر اديك دليل قاطع بان المجال ده ممكن ينجح في مصر ولا ما ينجحش، بس الواحد على الاقل عنده امل. وبس كده، انتظروا الجزء الثاني من الفيديو ده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناة، والسلام عليكم.